عمرك حسيت إن قلبك مقبوض فجأة؟ أو إن في كارثة هتحصل كمان شوية بس أنت مش عارف هي إيه بالظبط؟ عايش بإحساس الماذا لو أو وات إف طول الوقت. لو يبقى أنت عايش مع جرس إنذار مش بيبطل زن. كلنا بنخاف وبنقلق. بنقلق قبل امتحان، بنخاف وإحنا بنعمل مقابلة شغل. ده طبيعي. الخوف ده هو جهاز الإنذار بتاع عقلك اللي بيقولك استعد، في خطر جاي. بس تخيل معايا لو جهاز الإنذار ده بقى بايظ وعمال يرن ليل نهار من غير ما يكون في حريقة أصلا. ده بالظبط هو اضطراب القلق. القلق يا صديقي بيخليك عايش في المستقبل، بس أسوأ نسخة من المستقبل. عقلك بيبقى شغال 24 ساعة في اختراع سيناريوهات كارثية. طب لو اترفدت، وطب لو عييت، طب لو ابني حصل له حاجة. جسمك وعقلك بيبقوا في حالة طوارئ مستمرة، كأن في أسد بيجري وراك بس الأسد ده وهمي جوه دماغك. عارف لما تكون فاتح 50 ابلكيشن على موبايلك في نفس الوقت؟ الموبايل بيهنج والبطارية بتخلص في ثواني، وكمان الجهاز بيسخن. الشخص اللي عنده قلق عقله عامل كده بالظبط، فاتح 50 سيناريو مرعب في نفس اللحظة، وده بيستهلك طاقته النفسية والجسدية تماما. عشان كده اللي عنده قلق بيبقى مرهق طول الوقت من غير ما يعمل أي مجهود. إزاي بقى تطفي الإنذار الوهم ده؟ أول حاجة، ارجع للحظة دي. لما تحس بالقلق بص حواليك كده وقول بصوت عالي عن 5 حاجات بتشوفها، و4 حاجات بتلمسها، 3 أصوات مثلا بتسمعهم، ريحتين شاممهم، وحاجة واحدة حاسس بطعمها. التمرين ده بيرجع عقلك من المستقبل للواقع الحالي. تاني حاجة، اتنفس صح. خد نفس عميق وبطيء كده من مناخيرك في 4 عدات. اكتم نفسك كده 4 عدات وطلعه ببطء من بقك في 6 عدات. كرر ده كم مرة كده. التنفس هو ريموت كنترول الجهاز العصبي بتاعك. تالت حاجة، المساعدة المتخصصة. القلق من أكتر الاضطرابات اللي بتستجيب للعلاج النفسي والدوائي. ما تتكسفش تطلب المساعدة. الخلاصة، القلق صوته عالي ومزعج جدا، بس انت اللي بتتحكم في حياتك مش هو. ما تخليش جرس انذار وهمي يحرق لك حياتك الحقيقية.